رحت لشخص دلوقتي قاعد على القهوة او بيسكرول على التيك توك وقلت له انت مثلا ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي ناقصك في تعلم المهارة دي؟ او في مثلا في الدين، معذرة يعني ايه اللي ناقصك في احكام الدين مش عارفه؟ ايه اللي ناقصك مثلا في تربية ولادك مش عارف تتعامل معاهم فيه؟ ايه الحاجة اللي ناقصك في شخصيتك؟ نفسيتك قوية ولا لا؟ روحك قوية ولا لا؟ علميا. اوكي، فالنفس مش هتقوى وعلاقتنا مش هتقوى الا بالعلم، الا لما نعرف ازاي نمشي العلاقات دي ونقوي نفسيتنا. اوكي، فهيقول لي انا ما عنديش وقت، لكن عنده وقت يقعد على القهوة عادي، وعندها وقت تسكرول على التيك توك عادي، وعندها وقت تقعد قدام الشاشة برضه عادي. لكن تتعلم دورة عشان تثقف نفسها وتعيش حياة احسن شوية بعلم وهكذا، لا مفيش وقت. طب ليه؟ احنا هنتحاسب، صدقوني هنتحاسب. تعلموا. وحرفيا النت يعني كنز، اللي يقعد كده ويبحث ويتعلم ويجيب ورقة وقلم ويكتب حرفيا كنز، هيستفاد معلومات كتير قوي. اليوتيوب مليان دورات. اتمنى يعني نتحرك شوية ونهم في العلم ونهم اننا نعيش حياة كويسة. الحياة الكويسة ديت مش في الاحلام ومش بالتمني خالص، بل بالسعي والاجتهاد وطلب العلم. عشان تسعى اصلا محتاج تعرف ازاي تسعى في اي طريق انا همشي. عشان امشي في طريق اوكي محتاج اعرف ازاي همشي. فالمعرفة هي طلب علم. اوكي، فانت هتعرف ازاي لو مش متعلم اصلا او ما بتبحثش؟ مش قصدي قراءة وكتابة، انا قصدي ان انت لو دلوقتي لو مثلا واحد عاوز يفتح مطعم، اوكي، هيفتح مطعم ازاي وهو مش عارف المطعم بدور ازاي ولازمه ايه ومكسبه هيكون ازاي وخبرتي انا ايه عشان افتح مطعم؟ طيب الخبرة دي اللي هي العلم، فبالتالي هيتعلم قبل ما يعمل او يقبل على اي حاجة او اي مهمة عاوز يعملها. فنصيحتي ليكم في هذا الفيديو، بلاش يعني نبرر فشلنا او حاجة باننا ما عندناش وقت، بل في وقت. والدليل انكم بتسكرولوا على التيك توك حوالي 4 أو 5 ساعات ريل 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 اوكي. فبالتالي ده غلط على عقولكم. ثانيا اهو عندكم وقت، بس انتوا محتاجين توظفوا هذا الوقت في حاجة مفيدة وتضبطوا نفسكم عليها وتستمروا على عمل كم كبير من الايام، هتلاقوا معلومات كتيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعشان أقول لكم حاجة، علم من غير تطبيق ضياع وقت. فتعلموا وطبقوا في الواقع وعلموا الناس حواليكم. ربنا ينفعنا جميعا. أنا من عقاب، السلام عليكم.